السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله قصتنا عن واحده المفروض يدوها جائزة اوسكار بسبب الابداع في التمثيل وفن الاجرام، بس طلعت مفترية جدا وطماعة وكمان ممثلة. لا، احنا لازم نسقف لها سقفة كبيرة. بس قبل ما نبدأ في القصة بتاعتنا او القضية بتاعتنا، متنسوش يا حبايبي السبسكرايب بتاعتنا لو انتوا جداد عندي، اللي هو اشتراك في القناة ولايك للفيديو وتفعيل الجرس عشان يجيلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ القصة. داليا دوبليتو أمريكية من أصول مصرية. في 2008 داليا اتعرفت على مايكل في فلوريدا، وهي من أصول مصرية بس عايشة طول عمرها في أمريكا. معروف عن داليا الذكاء والطمع، ومايكل معروف عنه النصب والاحتيال. فترة التعارف مايكل كان عنده مشاكل كتير مع مراته، قرر ينفصل عنها، وكمان كان مسجون في قضية نصب على ناس كتير. كان بيوهمهم انه مستثمر ويقدر يكسب فلوس اضعاف الاضعاف، ده غير انه كان مدمن مخدرات. لكن حياته اتغيرت للأحسن بعد ما اتعرف على داليا، وخلال 4 شهور داليا ومايكل اتجوزوا وعاشوا في بيت جديد في فلوريدا. وبعد شهرين من جوازهم كان في بينهم ثقة عالية جدا، فقعد معاها وقال لها انه يمتلك 280 ألف دولار في البنك، وإنه بيفكر يعمل بيهم مشروع ويشتغل بيهم هما الاتنين ويحققوا مكاسب كويسة. فداليا اتصدمت لأنها ما كانتش متخيلة إن مايكل معاه المبلغ الكبير ده. وبعد شهر مايكل فوجئ لما شاف الشرطة عنده في البيت بتهمة إنه بيتاجر في المخدرات، ومايكل كان بيأكد ليهم إنه بطل تماما سواء التعاطي أو الإتجار. بس الشرطة مصدقتش ودخلوا البيت بس ملقوش فيه أي حاجة. فالشرطة أكدت لمايكل إن في بلاغات كتير متقدمة ضده إنه بيتاجر مخدرات. طبعا داليا قالت لمايكل إن أكيد اللي بيعمل البلاغات دي واحد من اللي انت نصبت عليهم زمان. وبعدها بفترة مايكل كان ماشي بعربيته، فوجئ بعربية شرطة وتوقفه بتهمة إن برضو عربيته فيها مخدرات. فمايكل نزل من العربية عشان يفتشوها، ما لقوش أي حاجة. وبعد مرور شهرين من الواقعة داليا تصحى 7 الصبح عشان تروح على الجيم، وبعدها على الساعة 11 فوجئت بالشرطة بتتصل بيها وبتطلب منها ترجع على البيت فورا. أول ما وصلت لقت عربيات شرطة كتير محوطين المكان، وبيبدأ يظهر عليها علامات التوتر والخوف من المنظر. وهنا يستقبلها ضابط شرطة ويبلغها بكل أسف إن مايكل جوزها مات، وإن في شخص دخل عليه البيت وضربه بالرصاص وهرب. وداليا انهارت ومش مصدقة اللي حصل. فالشرطة سألتها تتهمي مين؟ فردت وقالت إن مايكل كان ليه أعداء كتير. فالشرطة طلبت من داليا إنها تيجي معاهم عشان يكملوا التحقيقات. داليا طلبت من الشرطة إنها تدخل البيت تشوف مايكل لآخر مرة، بس الشرطة رفضت لأن مايكل كان شكله صعب جدا من ضرب الرصاص وهي هتتعب أكتر. وهي في التحقيق الضابط يسألها إن هي تتهم حد أو كده، وهي برضو نفس الكلام إنه ليه أعداء كتير، وهي مش قادرة تحدد مين اللي عمل كده في مايكل. وطبعا كانت منهارة وعمالة تعيط. فالضابط سألها على كاميرات المراقبة، فقالت إنها كانت عطلانة وإن مايكل وأنا مكناش قايلين إنها عطلانة قدام الجيران، كنا دايما بنقول إن هي شغالة. وبعدها بشوية ضابط الشرطة دخل شخص في غرفة التحقيقات وقال لها إن ده واحد من المشتبه فيهم اللي لقوه بيحوم حوالين البيت، وفي ناس شافته الصبح داخل البيت بتاعهم. داليا أول ما شافت الشخص ده اتوترت واتربكت جدا وقالت إنها ما تعرفوش وأول مرة تشوفه. بس الشخص ده قال إنه هو يعرف داليا كويس، وإن داليا هي اللي طلبت منه إنه يروح البيت عشان يقتل مايكل. وداليا طبعا كانت بتنكر كل كلمة الراجل بيقولها واتهمته بالكذب، لغاية ما بتتفاجئ إن الباب بيتفتح ويدخل مايكل، ومايكل طلع عايش وعرف مين مدبر الموضوع ده كله. داليا هي صاحبة الخطة. عرفت إن مايكل معاه المبلغ ده كله، قررت تتخلص منه عشان تبقى هي بس المستفيدة من الفلوس. فبدأت تعمل بلاغات عن مايكل إنه بيتاجر في المخدرات عشان توهم مايكل والشرطة إن مايكل له أعداء. داليا كان ليها صديق اسمه محمد شهادي، اتصلت عليه وقالت له إن في خلافات بينها وبين مايكل، وعرفته إن مايكل معاه مبلغ كبير، فاتفقت معاه بقتله وهتديله نصيبه من المبلغ ده ويهربوا ويتجوزوا.
وطلب منها إنها تديله فرصة يفكر، وبعدها بيومين كلمها وقال لها على فكرة القاتل المأجور، وهو عارف شخص بيشتغل كده ويقدر يقتل مايكل والموضوع يبقى بعيد عن داليا ومحمد. فداليا راحت تقابل القاتل المأجور، أو بالأصح ضابط الشرطة المتخفي، لأن محمد أول ما عرف إن داليا مصرة على قرار إن هي تقتل مايكل، راح بلغ الشرطة عن نواياها. فالشرطة اقترحت على محمد فكرة القاتل المأجور، وفعلا راحت داليا تقابل القاتل المأجور، وكانت عربيته مجهزة من كاميرات وأجهزة تصنت، وبدأت تقوله على كل التفاصيل. فطلب منها $1000 تحت الحساب عشان يشتري السلاح اللي هينفذ بيه الجريمة، وبعد ما يخلص هياخد منها الباقي وهم $5000. ووافقت على طول داليا. وفي يوم جريمة القتل الشرطة جات لمايكل البيت، فطبعا مايكل كان فاكر إنهم جايين عشان موضوع المخدرات، بس الشرطة قالت له إن هيتعرض لجريمة قتل النهاردة، وكان داليا هي السبب، طبعا بالأدلة لأن مايكل شاف الفيديوهات بالصوت والصورة. ومايكل اتصدم لأن فعلا كان بيحبها جدا، بس وافق على استكمال التمثيلية اللي هي بتنفذها. محاكمة داليا استمرت لسنين، وأخدت حكم 20 سنة لتحريضها على القتل. وفي خلال المحاكمات مرات قليلة قوي يظهر عليها داليا الندم. حاجة دايما على طول بنقولها كده، الطمع يقل ما جمع. مش كل حاجة الذكاء بيتنفذ بيه جريمة كاملة. أتمنى تكونوا استفدتوا من القضية بتاعتنا النهاردة. استنوني في قصة جديدة وقضية جديدة. كان معاكم ميرا محمد، في رعاية الله.